تعتبر الكلاب من بين الحيوانات الأكثر ذكاءً. هناك أعداد كبيرة من الناس يحبون الكلاب، وقد يقتنوها في المنازل باعتبارها من الحيوانات الأليفة. تتوافر الكلاب في مجموعة كبيرة ومتنوعة من السلالات. يفضل الناس لهذه السلالات باعتبارها من أبرز السلالات الذكية. وفي هذا الفيديو نطرح عليكم قائمة بأكثر سلالات الكلاب الأكثر ذكاءً في العالم. في المرتبة العاشرة، كلب الماشي الأسترالي. يتم اعتبار كلب الماشي الأسترالي كواحد من أذكى كلاب العالم. يحتاج هذا النوع من الكلاب إلى ممارسة الرياضة البدنية وكذلك الذهنية كجزء من الروتين اليومي. يولد كلب الماشي الأسترالي نشيطاً ومقبلاً على ممارسة الرياضة البدنية والعقلية، مما يجعله كلباً نشيطاً. ينتمي هذا الكلب إلى السلالة الأسترالية. وزن هذا الكلب يختلف ما بين 20 إلى 28 كيلوغرام. أيضاً يختلف ارتفاعه وقد يصل إلى 51 سنتيمتر. في المرتبة التاسعة، الروتوايلر. الروتوايلر هو أحد الكلاب المدرجة في قائمة الكلاب الذكية والمفيدة جداً للشرطة، ومن المعروف أيضاً باسم الكلب المخيف. هذا الكلب من الكلاب الشجاعة جداً. استخدمت هذه الكلاب بغرض سحب العربات المحملة باللحوم وغيرها من الأشياء. في السنوات السابقة كانت تستخدم هذه الكلاب أيضاً لأغراض الصيد، ولكن الآن لا تستخدم للصيد. بالإضافة إلى ذلك تعرف هذه الكلاب باعتبارها من الكلاب التي تستخدم كدليل في نوعية البحث والإنقاذ. في المرتبة الثامنة، كلب الدرواس. الدرواس هو كلب حراسة وهو كبير الحجم. هناك مجموعة متنوعة من كلاب الدرواس، منها كلب الدرواس في جبال الألوب، كلب الدرواس الأمريكية، كلب بول الدرواس، كلب الدرواس الأرجنتيني والبرازيلي، كلب الدرواس الأناضول وغيرها الكثير. كل الأطروحات المتنوعة من كلب الدرواس لها خصائص مختلفة. كلب الدرواس في جبال الألوب هو من السلالة التي نشأت في سويسرا، والآن يقال أنه من السلالات المتجهة نحو الانقراض. وقد نشأ كلب الدرواس الأمريكية في الولايات المتحدة الأمريكية. كلب الدرواس الأرجنتيني نشأت في الأرجنتين. في المرتبة السابعة، لابردور المسترد. هذا الكلب له شعبية كبيرة في العالم. بالإضافة إلى ذلك فإنه من الكلاب الأنيسة جدا والمحبين لصاحبها، مما يخلق علاقة ودية فيما بينهم. لا يلزم ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لهذا الكلب، كما أنها ودية اتجاه السلالات الأخرى من الكلاب. لديهم القدرة على السباحة الجيدة جدا، كما أنهم محبين للروح الرياضية ونشطين جدا في ألعاب الهواء الطلق. في المرتبة السادسة، كلب الراعي شتلاند. يشار إلى مستوى الذكاء هذا الكلب باعتباره نفس معدل ذكاء الإنسان. تطلق أسماء أخرى على هذا الكلب مثل شتلاند الكولي وقزم الراعي سكوتش. إنه كلب لطيف جدا ومخلص لصاحبه. العمر الافتراضي لهذه الكلاب ما بين 12 عام إلى 13 عام. متوسط وزن هذا الكلب هو من 16 رطل إلى 20 رطل. في المرتبة الخامسة، الدوبرمان. نشأ هذا الكلب في ألمانيا. متوسط وزن هذا الكلب من 34 إلى 41 كيلوغرام للذكور، وحوالي 27 إلى 36 كيلوغرام للإناث. وتتواجد أيضا في العديد من الألوان مثل الأسود والأزرق والأحمر والأبيض. كلاب دوبرمان من الكلاب المخلصون جدا تجاه وظائفهم، ومن المعروف أنهم من الكلاب المميزة في الحراسة. متوسط عمر الكلب حوالي من 10 إلى 11 عام. الكلب نشط جدا. في المرتبة الرابعة، تشاو تشو. نشأت هذه الكلاب في الصين. لديهم مظهر لطيف جدا. وزن ذكور وإناث كلب تشاو تشو ما بين 55 و 70 رطلا، و45 إلى 60 رطلا على التوالي. لديهم جسما سميك وخشن. تتعدد ألوان هذا الكلب، والتي تأتي باللون الأحمر والأسود والكريمي ولون القرفة أيضا. متوسط ارتفاع هذا الصنف يصل إلى نحو 48 إلى 56 سنتيمتر للذكور، و46 إلى 51 سنتيمتر للإناث. في المرتبة الثالثة، الراعي الألماني. الراعي الألماني هو سلالة من الكلاب الذين لديهم معلومات استخبارية جيدة، وتصنف هذه الكلاب ليكونوا من الكلاب الشجاعة جدا والذكية.
العديد من العائلات تختار هذه الكلاب كحيوانات أليفة. متوسط وزن هذه الكلاب حوالي 34 كيلوغرام. مقياس الارتفاع التقريبي هو 60 سنتيمتر. وتتواجد هذه الكلاب في سرج اللون الأسود مع الحجم الكبير. الوظيفة الأصلية لهذه الكلاب هي السير مع القطيع وحراسة الأغنام. في المرتبة الثانية القلطي. كلب القلطي هو كلب لطيف جدا وساحر، ويصرف النظر عن كونه لطيف وجذاب فإنه من الكلاب الذكية للغاية. نشأ هذا الكلب في فرنسا أو ألمانيا. إنه أيضا من الكلاب الماهرة جدا والتي تنجز المهام الرياضية مثل التتبع وخفة الحركة وغيرها. في المرتبة الأولى كلاب بوردر كولي. كلب بوردر كولي هو الكلب الأكثر ذكاء في هذا الفيديو. بوردر كولي هو نوع من الكلاب المشغول بشكل دائم، حيث إنه دائم المشاركة، وقيل أنه لا يكف عن البحث عن وظيفة القيام بها ولكن لا يجلس خاملا. هو نوع من الكلاب ذات العمل الدؤوب. يحتاج هذا الكلب إلى التدريب الدائم والمكثف.